الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام عبر إذاعة الشباب وإذاعة القرآن الكريم وقناة المحضرة. نلتقي بكم مجددا على مائدة القرآن الكريم مع برنامج فتيات القرآن، فأكرم وأنعم بها من مائدة فيها شفاء للقلوب وعلو للدرجة في الدنيا والآخرة، حيث يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتق وارقى فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، وكفى بها من رفعة ورفعة. يسعدني في بداية هذه الحلقة أن أرحب بالشيخة ننمت أحمد بزيد. أهلا وسهلا بكم وشرفتمونا. كذلك أرحب بالقارئة عائشة السيدي. أهلا وسهلا، مرحبا. وكذلك بالقارئة مريم تحمل. أهلا بكم وسهلا في بداية هذه الحلقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يبارك فينا وفيكم جميعا. نعود إلى القارئات، ومعي القراءة الثانية في هذه الحلقة، القارئة عائشة السيدي، لتقرأ برواية حفص عن عاصم، فلتتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك في جهنم خالدون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا
ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. بارك الله فيك يا عائشة على هذه التلاوة العطرة المؤثرة. نرجع إلى فقرة مع القارئات. تفضلي عائشة من سيدي خذ الميكروفون. نسولف لك عن بداية دراستك لكتاب الله سبحانه وتعالى، بداية اللي قبضتي فيها طريق هذا القرآن، وشن هي المفاجآت الكبرى اللي رأيتيها والمنح اللي أعطاها لك الله سبحانه وتعالى مع السير في طريق القرآن. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أشكركم على هذه الاستضافة. رحلتي مع القرآن الكريم هي رحلة تكلتها ياسر من الانقطاعات. كنت دائما نلتحق بمحاضر لندرس القرآن الكريم، وبعد ذلك طبعا انقطع لأني كنت من الناس اللي ما كنت شاكة أن قد الدراسة تخلط هي والقرآن. كنت دائما كانت عندي بعطيك الفكرة يعني الدراسة ما تقدر تنخلط هي والقرآن الكريم. لذلك كنت في فترة الإجازة الصيفية ندرس القرآن الكريم في المحاضرة قريبة من المنزل، وبعد ذلك لين تبدأ الدراسة ننقطع عنه ونرجع للدراسة. تم الحال نبت ماشيين بعد الحقت ولله الحمد مرحلة البكالوريا. عدت بك في الصف قلت أنا علاش قديت نتخطى بك بمنة الله طبعا وفضل منه. الحمد لله مع كامل قالبني لدرك نحفظ القرآن كاملا. ساعة أعتقد كانت بعد وصلت ل30 ربما أو قليل أو دون 30. عاد صار عندي شغف إني نقرأ إني نحفظ القرآن كامل. كنت أشوف الأطفال الصغار يعني حافظ القرآن مع كامل يقرأ المدرسة، وأنا نعتبر راسي إنها ما تصح. يعني أنا مثلا عندي تركيز واحد نقدر أركز على شيء واحد. التحقت ذيك السنة بالجامعة، كنت في سنة أولى جامعة. ذيك الفترة اللي طبعا بدأت فيها الانطلاقة لحفظ القرآن الكريم. وجات عندي الهمة. طبعا هاي الهمة جاتني قط مرة تلاقيت مع أستاذة كانت تقريني في المحاضرة. لي زمن عنها، حتى هاي قصة نحكي لي زمن عنها. وسولتني باللي مضيت عنها ياسر من الزمن. سولتني كان حفظت إني كان زاد ختمت القرآن الكريم باللي تعرفني كنت نجي نحفظ عندها ولا راجع عندها شيء. قلت لها لاني ما فت حفظته. قالت لي اني ما فت. قلت لها اني ما فت حفظته. صدت علي ما زادت علي كلمه، قالت لي عيب عليك. توتيت انا برا لها نقول لها تعرفي الدراسه والجامعه والجو هذا كذا. قالت لي اذا كامل قالت لي مع القران فريت يسر. خلص من عندها هي ذيك اللحظه، طبعا كنت جايته بالزياره، خذت من عندها ذيك اللحظه اني مقرره قرار اني لين احفظ القران الكريم. اني لين ابدا بدايه حقيقيه مع القران الكريم، حقيقيه ما فيها انقطاع ولا اي شيء ثاني. سوف الحمد لله الحمد طبعا. الحمد لله. كلمه تويدي كانت ترنف اذني ما خلاتني. سوف طبعا قررت اني انا كنت ساكنه في بيكويت، قررت اني ندرس القران الكريم بعيدا قاع عن جو البيت. دائما تسعد في جو باطل جو المنطقه
قلت اني نمشي منطقه ما عندها علاقه بالمنطقه اللي انا ساكنه فيها. مشيت شور بيك 10 اللي هي زاد الرياض 10 لا بعد شوي مسافتين كيلوات هيك. توقست والتحقت بمحضره فهم هي محضره التقوى. التحقت بها كي جيت المحضره طبعا قلت لشيخي كان يدرسني قلت له علني انا ندور لا نحفظ القران الكريم هو اللي جايبني هو اللي رابط بي انه لا يبخل علي اي نوع من النصح ولا التوجيه ولا حتى التوبيخ قال الى اضطر انه يوبخني انه يعدلها. قال لي والله لا واصلتي تو ان شاء الله ودرت حفظ القران الكريم. سوف درست ديك السنه جامعه ومشيت في طريق القران الكريم وطبعا بعون الله اولا ثم توجيهات شيخي ونصائح وتحفيزات وياسر من الامور الحمد لله ختمت القران الكريم ولله الحمد لله وانا مع كامل ندرس لي كانت بالنسبه لي معجزه انك تتقارن بين القران والدراسه الحمد لله الحمد لله طبعا صار على الدرب وصل والله انا قال الحمد لله القران نعم انها ما تصح قربها الحمد لله لك الله سبحانه وتعالى بمنة من الله وفضل قديت نعدل ذلك طبعا هذا كامل لا بمنة الله وفضله الله يبارك فيك الله خيرا طبعا شيخي يعني من هذا المنبر انا موجه له تحيه استاذي ربه موجه له تحيه حقيقه علي ياسر من الفضل وياسر من شيء انا ما نقدر نوفيه له حقيقه كان اكثر من استاذ اكثر من اب وناصح ومربي كامل فجزاه الله خيرا الحمد لله الحمد لله شكرا له ايضا شكرا لكل معلم للقران الكريم ولكل معلمة للقرآن الكريم حقا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تفضلي. أشكر معي القارئة عائشة من سيدي أهلا وسهلا بك. وأنتم مشاهدينا ومستمعينا الكرام شكرا لكم على الاستماع ومشاهدة هذه الحلقة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.